حلمي، ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ جمعت لي المعلومات المطلوبه زي ما اتفقنا في الخطه؟ شوف يا لمونة، الهدف عبارة عن إنسان أو كائن حي يعيش من خلال التنفس بالرئتين. بس يا عم حلمي، ايه يا حلمي اللي انت بتقوله ده؟ انت هتجنني ولا ايه يا عم؟ كائن حي؟ امال يعني هيكون جماد؟ ما احنا عارفين ان هو انسان زينا. اصبر على رزقك يا لمونة وخد المعلومات للآخر. جبت لك معلومات كتيرة والآخرة ستبهرك يا عم. يا دي النيله يا ابني، انت بتعمل فيديو على التيك توك؟ ايه اللي الاخيره ستبهرك ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله؟ ما تخلص يا حلمي. انظر على رزقك يا نمونة، وخليك زعيم عصابة بروفيشنال. ماشي يا سعيد، لا اله الا الله. فاصبر يا عم وربنا يستر عليك انت كمان تكون اديت المهمه. ما تجننيش انت كمان زيه. يا نمونة أنا عملتلك فوق الصح، وجبتلك معلومات عن الهدف نفسه ما يعرفهاش عن نفسه. ما هو ده بقى بالذات هو اللي مخوفني بقى، الكلام اللي انت بتقوله وفوق الصح والتاني يقول لي كائن حي، هو ده بقى اللي مجنني وربنا يستر. انا شكلي كده اصلا غلطت ان انا حطيتكم اعضاء معايا في العصابه دي بصراحه. اتقل بس يا لمونة وخليك زي ما الزعيم الفنلندي قال. خد المعلومات بهدوء، هتفهم اللي فيها وتروح. هو ايه يا عم؟ انا بقى انت هو الزعماء دول ورايا، وبعدين هو في زعيم في الدنيا هيقول كلام زي كده؟ اهدى ونوق يا نمونة، كلام حلمي صح، وزي ما قال الفيلسوف النرويجي: كلما كثرت الأخصام خليك رقم واحد وهم باقي الأرقام. ده فيلسوف مهرجانات ده بقى، هو اللي هيقول كلام زي ده؟ يا عم انت وهو ادوني معلومات مفيدة، خلاص عشان نقوم بقى وننفذ المهمة بقى. ما تخلونيش اتجنن عليكم انتوا الاتنين بقى وربنا. يا لمونة أنا فضلت مراقبه يومين وهو معرفش حتى إني مراقبه. طيب تمام يا عم بقى، وبعدين قول لي بقى المعلومات عشان نعرف نستغلها ونوصل لحاجة مفيدة. لا يابا، أنا قعدت أراقبه بس أنت قلت لي راقبه. نهار اسود بقى عليا وعلى سنين السودة. يا ابني انا قايل لك تروح تحرسه، انا بقول لك تراقبه عشان تجمع لي المعلومات. فين بقى المعلومات دي؟ معرفش أنا بقى أي حاجة عن المعلومات دي. الله يخرب بيتك يا حلمي. طب وانت بقى يا سعيد جبت لنا ايه؟ جبتلك بقى طبق رز بلبن، إنما إيه يستاهل بقك. يا ابني رز بلبن ايه يا ابني؟ انت هتجنني انت كمان. انا بسألك عن الهدف تقول لي رز بلبن؟ احنا خلصنا اصلا من موضوع الكشري لما هتجيب لي رز بلبن. هبهلك يا نمونة، وأنا عرفت بلده ورحت أجمع معلومات عن أهله واحد واحد، وكل تفصيلة موجودة هنا. يا دي النيلة هتجننوني وربنا انتوا الاتنين. يعني واحد ما جابش ولا معلومة وكان عمال يراقب على الفاضي، وانت سبت الهدف ورحت تجمع معلومات عن اهله كلهم. خلاص يا لمونة ما تزعلش نفسك يابا، هروح أراقبه تاني وأجمع لك معلومات وأنا براقبه. بس بقى يا عم انت وهو بقى كده خلاص، انا ما عنديش وقت بصراحة لهذه التفاهات، او لازم انفذ بقى خلاص عشان كده حانت ساعة الصفر بصراحة.